وتأنس النفس في نفس توافقها، وبالفكر والطبع والغايات والقيم. أنا سامية صبري، هنتكلم ونحكي على السبرتاية. يسعد مزاجكم. فاكرين لما الست وردة قالت عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغلني طيفه، وبعدين في يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. وبعدين قالت ومين يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا العمر ده كله، في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة. وجت عند الليلة الأخيرة وراحت مطولة شوية ليلة، وشكلها كده كانت الليلة الموعودة. كتبنا الكتاب وعلينا الجواب، فرح ورقص وهيصة وزغاريت ومعازيم. احنا كبنات اول ما بنعرف ان صاحبتنا رايحة تقابل عريس لأول مرة، كلنا بنلبس قبعة الحكيم وننزل عليها بالنصايح. خدي بالك لابس كده حلو وشيك، حاطط برفان ولا لأ، قصص ضوافره نضيف كده في نفسه ولا يسد النفس، هيتكلم كده ودمه خفيف ولا هيطلع سن، شو خدي بالك هيخليكي تدفعي الحساب ولا هو اللي هيدفع الحساب ويطلع جنتلمان. كل دي نصايح وافكار البنات اللي بيحاولوا ينقذوا بيها صاحبتهم. اهم من ده كله واللي في وجهة نظري هو التآلف والراحة النفسية اللي بتحصل ما بين الشخصين، واللي بتخليكي تتعلقي بالشخص اللي قدامك. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحب معانيه، بيقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والألفة دي ممكن تحصل من أول مرة أو ممكن تحتاجي وقت شوية عشان تحصل. ولو حسيتي إنك محتارة ومش قادرة تحددي، ممكن تاخدي وقتك في فترة الخطوبة. أمال إحنا عملنا الخطوبة ليه؟ واوعي تكملي لو مش مرتاحة. لو ربنا اداكي أكتر من علامة اقعدي سنجل، أحسن لك وأكرم لك. ويا رب كل الأرواح الطيبة تتلاقي، وكل واحد يلاقي نصه الحلو، وتبعد عنا الأرواح الشريرة. أشوفكم في سبرتاية وحكاوي جديدة. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لي لايك، سبسكرايب وشير، وقولوا لي ايه المواضيع اللي حابين أتكلم عنها. دمتم رايقين.